تقول يا بنت بقعت الفجل وكلام من دوت. الولا يسمع الكلام ده، وانا امي مش قليله، عيب على فكره، مش عيب يعني ان انا امي ربتني وبقعت فجل. ايه المشكله؟ مش فاهمه انا ايه لا لا ازاي. تعالي يا منى. السلام عليكم. ازيك يا ماما؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ عاملة لابسه إيه؟ كده ورايحه فين؟ راح افسح ادم شويه، نفسه يتفسح قبل الامتحانات. نور قال لي ما انزلش غير ما اخد الاذن منك، فانا جاي استاذنك. هتوديه فين ادم؟ هوديه بقى جرين بلازا او سيتي سنتر. والله بنت بقعت الفجل بقت عارفه بيجي بلازا وسنتر. بنت بقعت الفجر عارفه اساميهم اهو وبتعرف تنطقهم على فكره. والله. ليه هو بقعت الفجر؟ انت بتعيدي عليا عشان انا مش بعرف انطقهم يا ست منى هانم. انت بتقللي من قدر مامتي. ايه قدر مامتك؟ ما انت يعني بتقولي بنت بقعت الفجل، هي انا مامتي نشالة مثلا، انا مش هتحرج منها على فكره. انت لسه ما كنت بشتري ربطه الفجل كانت تديني ربطه بس بربع جنيه. هو انت بتعايريني بايه؟ مش فاهمه. انا ماما ربتنا بالحلال، وبعدين انا مرات ابنك على فكره. مستعريه مني في ايه؟ واللي انا موديه ده هفيدك. انا قلت له بلاش، مش قلت له بلاش بعد 12 سنه جايه تقول بلاش. مش هنسلكوا يا ابني مع بياعات الفجل، ما رضاش. مالهم بقى يعني الفجل؟ مش بني ادمين؟ لا بني ادمين. امال انا شايفه كده على طول نبره اهانه. كلمت كلمتين ان ابني راح يتفسح اكني اجرمت. روحي وديه النزهه هتلاقي حمار وجاموستين، لعبيه معاهم واسكتي، لعبيه هناك. انا ابني عايز الالعاب اللي بالكهرباء، عايز يلعب الترامبولين، وعايز يلعب العربيات، وعايز يلعب البولينج، عايز يلعب الحاجات دي. نفسه عيل. وليه هو يلعب دي يعني كل ده؟ عيل نفسه. مصاريفه خلاص. وايه المشكله؟ ما بابا متغرب بره وقايل لي وديه. يعني بابا متغرب عشان يعمل لكم مستقبل، مش تروحوا تلعبوا البولينج ده ولا اسمه ايه اللي انت بتلعبيه؟ هي عشان مره في السنه الولا هيروح، هيبقى انا كل يوم والتاني مصاريف. وفري يا منى، وفري حبيبتي. هفيدك على فكره، لا حول ولا قوه الا بالله. ما انا عارفه ان هو هفيدي. انت ليه مش عارفه ليه بتقول لي استاذن؟ انا كنت طلعت من بره كلمت. يعني ايه من بره يا اختي؟ مالكيش حد يقول لك رايحه فين وجايه منين؟ مش عشان جوزك مسافر مالكيش حد هنا. هو منى على طول بتتمسح. طب ما عصمت بتخرج وبتطلع، اشمعنى ما حدش بالك انت ومال عصمت؟ لا اله الا الله. واحده كده مع نفسها طول عمرها متدلعه بالتناس. والله لا اله الا الله. مني على فكره، وده ما يسكتش عليه الموضوع ده. انا ما حدش يكلمني بالنبره دي تاني. انا ما بقللش منك يا منى. انا غلطان اني جيت استاذنت اصلا. شيخه روحي كده بعيلك فجلتين ولا جرجرتين، تعملي عقلك راسك براس عصمت هانم السلحدار جميله. ايوه مين؟ انا يا احمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ماما؟ عامل ايه يا احمد؟ عامله ايه؟ اتفضلي. معلش يا احمد انا مستعجله. هي عصمت فين؟ عصمت بتجيب السوق. ماشي يا احمد. احمد لو سمحت كلم والدتك يا احمد، بتبطل اهانه فيا. ما ينفعش كده يعني. لولا الولا كان بيلبس هدومه فوق وانا سبقت واكلم مامتك ان انا استاذنها. نور انت عارف نور محرج عليها، ما اروحش في حته غير ما اقول لها. تقعد تقول يا بنت بقعت الفجل وكلام من دوت. الولا يسمع الكلام ده، وانا امي مش قليله، عيب على فكره. مش عيب يعني ان انا امي ربتني وبقعت فجل. ايه المشكله؟ مش فاهمه انا ايه. لا لا ازاي امك على عيننا وعلى راسنا. ما انا متربيه قدامك. هو انا لسه طويله قلت الادب؟ لا انت زي الفل يا منى، واخواتك زي الفل. مالهم يعني المشكله؟ الولد عايز يروح جرين بلازا يلعب شويه العاب. بتقول لي وديه النزهه. هو عايز يلعب الالعاب اللي بالكهرباء زي بقيه العيال نفسه. ايوه قبل الامتحانات يا ماما وديني شويه. وانا قلت لنور قال لي في يوم وديه، بس انت عارف اي مشوار لازم ماما تكون عارفه انت فين. طب خلاص انا راضيه بالموضوع ده، مفيش مشكله. انما انا ما اتعايرش يا احمد بامي، ان امي كانت بياعه في يوم من الايام. معلش يا منى مسحها فيا. مش راضيه توديني يا احمد. لا هكلمها انا. معلش احمد بالله عليك انزل لها ولا اعمل اي حاجه. عايز امشي. الولا متعشم فوق هيتقهر لو ما راحش. لا حاضر اطلعي بس انت، وانا دقيقتين كده وهرن عليكي تنزلي. بالامانه يا احمد ان شاء الله. سيب الموضوع على الله وعليك. سيبها لي، امي طيبه بس هي ساعات تطلع كده على الفاضي. انت متاكد ده طيبه؟ بس ده حالها. ماشي يا احمد معلش انا تعباك على طول، بس ماليش حد اعمل ايه. لا ما تزعليش، بس انت اهم حاجه حقك عليا. هدي شويه عليا يا احمد، انا بتقي لا فات. حاضر شكرا يا احمد. معلش يا منى سامحيني. صحيح فيا. ماشي يا احمد شكرا. سلام عليكم. الف سلام. وبعدين فيها امي دي مش عارف انا بتعمل الكلام ده ليه. مش عارف انا امي هقعد الحق عليها كل شويه كده، عامله لنا مشاكل مع مرات اخويا. هاد انا كده مش رايح بعيد. جرين بلازا، تعرف هي جرين بلازا. روحي يا اختي وديه البياصه، لعبيه لعبتين واسكتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه يا احمد مش تقول احم ولا دستور انت كمان؟ ايه يا امي اللي انت عملتيه مع منى ده؟ عملت ايه يا اخويا؟ عملها اسود ومنيل. بتعيرها بامها يا امي. انا مش بعاير حد. امال ايه بنت بقى الفجل دي؟ انا رايحه جرين بلازا ورايحه مش عارفه مين، وبتعيب ان انا مش بعرف انطقهم يا ابني. طب ما تروح اي حته، ايه المشكله؟ هو حرام؟
تقول لها انت امك بيات فجل؟ ينفع كده؟ مالها امها يعني؟ مش امها مربياهم ومطلعاهم بنات زي الفل وشباب زي الفل؟ عادي، وانا قلت لها امك حراميه؟ ما انت قلت لها امك ما بيات فجل. بتقولهاش عادي، انت بتعايريها. انا مش بعاير ومن حد. امتى البني ادم بيتعاير بشغلته يا اما؟ بقول ما لك ابنك ايه؟ كهربائي وانا نقاش، ايه المشكله يعني؟ بقول لك ايه، للعراس واخويا بطحه يحسس عليها، انا ماليش فيه، ما كلمتهاش. ما هو مش كده يا اما، مش كده. وهي اخويا ما تمسك ايدها شويه. التعامل مع الناس مش اللي كده. متغرب ده طالع عينه، تروحوا تلاعب الولد قد ما كده. هو متغرب عشان مين؟ مش عشان يسعد ابنه ويسعد مراته؟ ما تسيبيه يفرحهم. عشان ايه يعمل لهم المشكله مستقبل. يعني؟ طب وايه المشكله يعني لما يطلعوا يتفسحوا لهم يوم من نفسهم؟ هم راحت- كل يوم فسح. راحت اشتكت لك يا ابوكاتو؟ عامل لي فيها ايه محامي انت بقى ما ان هو شاء نور الله؟ مش هنا يعني، هتشتكي لمين؟ هتروح لاهلها والدنيا تولع، ولا تجيلي انا ونهدي الدنيا؟ ايه تولع يعني؟ امها هتعمل لي ايه؟ طب ما أمها؟ زي ما انت بتزعلي على ابنك هم اهلها يزعلوا عليها برضه. انا ما كنتش يا عايزاها أمي مش كده الجوازه يا دي. أمي، يا أمي مش كده يا أمي، حرام عليكي. مش عارفه متقنعره على ايه كده وشايفه نفسها. امال لو امها كانت بياعه مانجا كانت عملت فينا ايه يا اخويا؟ كانت ركبت ودلدلت يا رجليها. ستي الست في ده حالها هيلا فين؟ وساكته، ما بتعملش حاجه، ما بتقولكيش الا طيب وحاضر. مش عارف انت قلب عليها ليه؟ مش حاجه تعيبها، خلي بالك ان هي بياعه فكر، دي شغلانه شريفه، ايه المشكله لا انا يعني؟ ما قلتش كده، الشغل مش عيب يا ابني. طب بس مش هي اللي كده يا أمي بقى. استفزتني يا احمد. خلي بالك هي بتتكلم قدامكم حاجه ومن وراكم يا ابني بتتكلم باسلوب وحش معايا يا يا ابني. اعتبريها زي بنتك يا أمي، اعتبريها زي بنتك كده وخديها في حضنك كده وراعيها كده، بلاش تعامليها كده. هي دي ما جاتش خدته منك، ما جاتش خدته، ابنك موجود زي ما هو ليكي، مش هتاخده منك هي. ليه؟ هو اللي خدوا منك السفر، وان شاء الله سنه ولا 2 ويجي لنا بالسلامه يقعد معانا هنا، هي ملهاش ذنب. انت عارفه العيشه صعبه هنا، مش هي اللي جرته على كده. ماشي يا احمد، خلاص يا احمد بقى ما تقعدش بس. تشيلني ذنب بقى. استغفر الله العظيم يا رب. ما تكلمهاش كده وتعايريها، انت عندك ابنها ده لو سمع هيتقهر هيزعل، قسوة النفس وحش، ما تعملهاش كده، انت عندك بيت. ليه يا اخويا يزعل؟ ليه؟ امه ست ام ابوه زي الفل وحد وست زي امه زي الفل برضه. انت عندك بنات عشان الناس تتقي ربنا في بيتك، اتقي ربنا في بيت الناس. خلاص يا احمد هحاول بس يعني. الكل انا عارف ان انت قلبك ابيض انت وبتحبيهم من كل ما حاجه تيجي اللي بقى. موداني في داهيه يا ابني. عامليها كويس بقى، اعتبريها بنتك بقى زي ما اتفقنا. ماشي خلاص خلاص يا بس احمد. تكون مش عايز مشاكل تاني بقى في الموضوع ده. خلاص يا احمد. ماشي، خلاص. مش عايزه حاجه اجيبها لك قبل ما امشي؟ سلامتك. انا بقى هكلمها بقى تنزل الولا، ها؟ هو بقى برضو؟ تصغريني خلاص بقى، سيب هتروح الولا يفك بقى عن تلعبوا نفسه بقى، احنا قلنا عيالك بقى بتاع وحفيدك. اللي بيقولوا عليه بلبل ده اسمه ايه؟ اسمه ايه اللي ايه ده، بيضربوه؟ عربية؟ ما اعرفش ايه بالبليو ده يا اخويا اللي بتلعبه ده. مش عارف، في لعب كتير هناك. ما اعرفش ايه. ماشي، خير ابنك يا ست الكل، خليه يتمتع، ده لسه عيل صغير. ماشي. يلا السلام عليكم. هحاول. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شوف البنت راحت تشعلل الدنيا ازاي، راحت تقوم الولا عليا وتسلطوا عليا. طب ماشي يا ست من، انا وانت بقى والزمن طويل، طالما انت بتشاهدي ابني عليا نخش، لا يهمني ابني ولا يهمني ما ابنيش، هو كده بس كده. طيب انا وانت والزمن طويل يا بنت بقاعه الفجل، هفضل ماسكاها لك بقى بقاعه الفجل. امال بقاعه ايه؟ فاكهه بلا نيله.